السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي في حلقة جديدة وفيديو جديد وقصة جميلة مع حكايات شموسة. بيقولوا إن القرارات المصيرية بتتاخد في لحظة واحدة بس، بتفصل بين حياتك القديمة وبين عالم جديد ما تعرفش عنه أي حاجة. تعالوا معانا نشوف اللي هيحصل في مصير اتاخد في لحظة، بس بعد ما تقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتبدأ الحكاية وأنا قاعدة في صالة بيتنا مع بابا وماما شايلة الطين، وبابا مغمض عينه من كتر القهر، وأنا بكل برود قاعدة بخلص بقية شغل بتاعي على اللابتوب. وسبت الكل زي أي أم أصيلة تسيب الحوار اللي مضايقهم وغيظهم وتمسك في خناقي. ليه؟ معرفش. انتي يا بنتي كلميني هنا، احنا في ايه وانتي في ايه؟ كل برود ارد عليها حاضر يا ست الكل، دقيقتين بس وهكون معاكم في مشكلتكم العويصة دي. حاضر. يبص عليها بابا ويقول لها بكل هدوء اقعدي يا ريم، اقعدي. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا حبايبي، انا نغم. وعلى فكرة انا عكس الصورة تماما اللي خدتوها عني دلوقتي. انا مش باردة ابدا، انا بس بحب افكر مرتين، بحب اتأنى، ولما اجي اخد موقف ماخدوش كده وخلاص. ماما عكسي تماما، متسرعة جدا، علشان كده هتلاقوا ردود افعالي بطيئة شوية بالنسبة لماما. سبت اللاب من ايدي بعد ما خلصت. اديني خلصت يا ست الكل. قول بقى يا زين الرجال، عايزين ايه مني؟ ما انت عارفة انا عايزة ايه. انا مش عايزة اروح، اقنع ابوكي. انا ما اقدرش اروح هناك، انا الناس دي اخاف منها. يوه، وبعدين معاك يا ريم، ما قلتلك انا حيران ومش عارف اعمل ايه. انا مقدر ان انت مش عايزه تروحي، ومقدر ان انت مش عايزه تعيشي معاهم، لكن اعمل ايه؟ ده ابويا. حطي نفسك مكاني. انا دلوقتي بعيد عنهم بقالي اكتر من 20 سنه، ولما يجي يطلبني ما يلاقينيش جنبه. انت نسيت يا زين؟ انت تضحك على نفسك. انت مش فاكر هم عملوا ايه عشان ما تتجوزنيش؟ زين، باباك دوت هو اللي طردك علشان خاطر انت مرضتش ما تتجوزنيش. يعني انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. يا مامتي يا مامتي يا قلبي يا روحي انت، اسمعي بس. دلوقتي بابا ما يقدرش ما يسمعش كلام جده. حطي نفسك مكانه فعلا. يعني يرضيكي انا ابقى متجوزه بعيد عنك، ولما تيجي تطلبيني ما تلاقينيش؟ والحاجه التانية، احنا هنقسم البلد نصين، منها بابا ما يزعلش ولا جده، وانتي برضو ما تزعليش. احنا مش هنبيع شقتنا ونبيع مكاننا زي ما جده عايز، احنا هنخليهم وهنروح هناك نعيش معاهم شويه، نشوف الوضع ايه. لو الدنيا مشيت اوكي، ما مشيتش نرجع تاني، ولا انتي تزعلي ولا بابا يزعل. والله يا اختي برافو عليك يا ست نغم، انت كده بقى بتحلي المشكله. طب وشغلك؟ طب سيبك من شغلك، هتقدري تسيبي المكان اللي اتربيتي فيه؟ طب مش خايفه منهم؟ طب مش عارفه ان جده ده هو اللي مرضيش يخلي باباكي يتجوزني وطرده؟ ولما باباكي راح له لما انت اتولدتي رجعه تاني بيكي وقال له مش عايز يعرفك، وما سألش عليكي ولا مرة واحدة بس لمدة 20 سنة. أنا مش عارفة إيه بس اللي فكرهم بينا. بقول لك إيه بقى يا ماما، بصي من الآخر كده، أنا ما صدقت إن بقى ليا عيلة. أنتوا طول عمركم ما قلتوليش على الموضوع ده، ولسه قايلين لي عليه ما كملتوش أسبوع، وأنا بصراحة إن شاء الله ياكلوني كده أكل. أنا كفاية فرحتي بس إن أنا هيبقى ليا عيلة، وليا جدو وعمام وولاد عم. يا ماما ما تحرمنيش بقى، ما تحرمنيش من الجو ده بليز عشان خاطري. طلعت انا اللي وحشه يا نغم وانا اللي عايزه احرمك؟ ماشي يا نغم، انا موافقه يا نغم، وروحي وهاجي معاكم، بس ما تبقيش تندمي يا نغم.
ماما قالت الكلمتين دول وخدت في وشها وعلى اوضتها عدل. وانا بصيت لزين وقلت له يا زين الرجال، فك التكشيرة بقى خلاص دخلت جوه. اتعدل وضحك. منك يا نغمة قلب انت عارفة ليكي عليا العربية اللي كان نفسك فيها، ان شاء الله هجيبها لك. طلعت بنت ابوك يا بت، ده انا بقالي اسبوع عمالة اقنع فيها ومش عارف، كنت هتجنن. لا، ما انت اوريدي كده كده العربية اللي نفسي فيها هتجيبها لي، لكن انا بقول لك اهو يا بابا، اللي اوله شرط اخره نور. زي ما انا فرحانة على فرحتك وعايزة اشوف دايما كده وشك بيضحك، برضو ماما انا ما احبش ان هي تزعل ابدا، ولو فعلا ما ارتحناش هناك لازم تجيبنا هنا تاني يا بابا. تمام. يا بنتي يا نغم، تبقي عبيطة انت وامك لما تفكروا ان اللي انا حاربت علشانها ومشيت وسبت اهلي وعزوتي واتبهدلت علشان ابقى معاها 20 سنة، ان ممكن افرط فيها ولا اسمح ان حد يدوس على طرف ليها. ولا انت يا كبدتي، ده انت يا بنت كبدتي يا بنت. طب خلاص يا حاج بالراحة عليا، ما تقفش كده في الكلام. تمام، اتفقنا. بس برضو لو اي حاجة زعلت ماما هتجيبنا، وما تنساش العربية بقى. وطبعا زين الرجال استغل الفرصة احسن استغلال. في ثانية الا ثانية لقينا نفسنا راكبين في العربية، ويا عيني يا ماما مصدومة ومش عارفة ايه اللي هيحصل، وبابا عمال يداري بالعافية فرحته اللي نطة من عينيه. وانا اول ما دخل في طريق الصحراء، الله، واو واو، ايه الجمال ده، ايه الصحراء الحلوة دي، الله. بصيت لي ماما بصة نارية خلت الضحكة اللي في وشي طلعت تجري. انت يا بنت يا نغم، لو سمعت صوتك لحد ما نوصل مش هيحصل لك كويس، والله هنزل ادفنك فيها الصحراء اللي عاجباكي قوي دي. الله الله الله، لا 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 لا، ما اقدرش على كده. وعلى ايه؟ حطيت جزمة بقي اهو، تدفنيني؟ وهون عليكي، وهون عليكي يا ريم يا قمر انت. يتكلم بابا العاقل بوقار وهبة. بس يا نغم هانم، ما تعصبيش ماما علشان هي بس متوترة شوية. تبص له وترجع تاني ولا كأن حاجة حصلت، واطلع انا اللي غلطانة، مظلومة انا والله. يبدأ بابا يركن على جنب ويقف في نص الصحراء وينزلنا ونقف على جنب. ايه يا عم الحاج، انت مودينا على فين كده؟ اوعى تكون الولية دي معاها حق وفي الاخر تدفننا هنا، انت جايبنا تغرغر بينا ولا ايه؟ يا بنت بس الله يخرب بيت ابوك، يا هتخليها تولع فينا. يا بنت اسكتي لحد ما نوصل. ومرة واحدة واحنا واقفين لقيت بابا بيتحرك ناحية شخص شكله كده بسم الله الرحمن الرحيم، وقرب من ماما وبسماجة اقول لها ايه ده، الحقي يا ست الكل، ده جوزك طلع مخاوي يعني. وحتى دي ما قلتليش، شكلك مش مستغربة، شكلك متأكدة. اه، انا متأكدة. انا دلوقتي اتأكدت ان انا مجنونة واتجننت خالص. ولو ما تلمتيش يا نغم يا بنتي، انا هنفذ تهديدي ليكي وهدفنك هنا في الصحراء علشان اخلي كل الحاجات اللي انت عارفاها دي تطلع لك. شاور لنا زين الرجال علشان نمشي وراه، وهو ماشي مع الراجل اللي معاه دوت وعمالين يتكلموا. يا مامتي، يا مامتي انا تعبت، رجليا وجعتني، ده احنا ماشيين بقالنا 10 دقايق في الصحراء دي وهم ماشيين ولا كأنهم ماشيين في صليب بيتهم. هبص على ايدكم بقى كفاية. يا ستي خلاص انا عايزة اروح. هو هو يا ماما، تحسي ان احنا كل ما نقرب منهم يطلعوا يجروا كده، بيمدوا كده اهو بسرعة. هو في ايه، هو احنا هنكهربهم؟ لا يا ام لسانين، ما ينفعش الرجالة تمشي جنب الستات هنا، لازم تمشي وراهم بمسافة الست. والمفروض كمان ان حضرتك تكوني لابسة برقع على وشك ده دلوقتي، وربنا يسترها بقى، ده انت لسه ياما هتكتشفي عوايد زي الزفت زيكم. واذ فجأة وانا عمالة اكلم في مامتي الاقي زيد الرجال ماسك فرزة عمال يحب فيها، والراجل اللي جنبيه ماسك 2. الله على المنظر. وبحركة لولبية لقيته نط فوق الحصان كأنه فارس من زمان، وراح بصيت لي بصة مش هنساها أبدا، بصة مكر. وانا واقفة مزبهلة كده لقيته راح شادد ماما معاه وطلعوا يجروا. ايه ده بقى، وسابوني لوحدي وانا واقفة
تحت تأثير الصدمة، اللي هو أنا مش عارفة أنا ببتسم على إيه بالظبط، وأنا أصلا مرعوبة من جوه. دول سابوني مع عمه دوت اللي أنا أصلا خايفة منه يعني. لقيته بيبص لي ومستغرب، يعني بيبص لي بصة استغراب كده. فقلت له نعم. قال لي هيا هيا. ده بيكلمني باللغة العربية. حاضر حاضر حاضر، اديني جاية اهو. وساعدني ان انا اركب فرسة منهم. وانا بصراحة قلبي مرعوب، لكن يعني كنت بمثل الشجاعة، وانا بدعي وبتحسبن في زين ومراته. اشوف فيهم يوم يا رب، يا رب اشوف فيهم يوم اللي سابوني لوحدي دول. ووصلت عند مكان كله مليان أضواء وخيم ونار، وجو جميل جدا، وكمية خيول أنا مش عارفة إيه ده، وجمال. الله، واو بجد، أنا نفسي أعيش هنا على طول. وأول ما شفت زين، أهلا، واخد البرنسيسة بتاعتك تحت ضوء القمر، وسبت بنتك. بانت. أنا دلوقتي عرفت أنت بتحب مين. أنت لسه عارفة؟ بحب طبعا ريم، وبحبك يعني عشان انت تشبهي لها. بقول لك ايه يا بنتي يا نغم، احنا داخلين دلوقتي عند جدك، وعايزك تبيني الرزانة والعقل والحكمة اللي انت فيهم على طول. يعني ما تتجننيش النهاردة، ها؟ خليكي كده رزينة. وزين الرجال راح مدخلنا في خيمة انا ومامتي، وقال لنا انا في الخيمة اللي في وشكم شوية وجاي لكم. وسابنا، وبصراحة انا ما صدقت، ده انا رجليا ورمت. رحت قاعدة على طول وماسكة الموبايل، وماما كانت باصة للقمر وعايشة في دنيا تانية. امال ايه بقى يا ست الكل؟ كنت عاملة نفسك مش عايزة تيجي، ونكدت علينا سننا، وكنت عايزة تدفنيني في الصحراء واحنا جايين. وفي الآخر كنت قلتي طب انك كنت عايزة لفة بالحصان من الأول. شايفة يا ريم الفرحة اللي في عين أبوكي؟ ما شفتهاش من سنين وسنين. لما شفتها النهاردة حسيت ان قد ايه كنت أنانية، مع اني بصراحة خايفة وقلبي مقبوض، بس فرحان على فرح. ودخل زين عند الجد اللي أول ما قابله: يا زين، رجوعك في القبيلة أحيا في قلبي طاري كان ميت، والدار اللي خلت منك سنين اليوم تبي تستر عرضها. الله يحييك يا بوي، والدار عامرة بأهلها. أنا رجعت لأجل وصل الرحم ولم الشتات، ولأجل بنتي تعيش في عزوتها وعمامها. وآه يا زين الرجال، البنت كبرت وزانت، وعلمها غانم، وعزوتها أولبها من الغريب. وأنا يا ولدي حطيت الحكي في نصابه، بنتك لصقر ولد عمها، هو ذراها وسندها، ولا تطلع ميزتنا لغيرنا. لا يا بوي، تكفي إلا هذه. البنت عاشت عمرها كله في بلاد غير بلادكم، وعاقلها وطبعها غير. صقر ولد أخوي ونعم الرجال، لكن بنتي ما هي حجر، ولا هي وريثة تقسمونها. اتعصب الجد جدا. اسكت يا زين، ولا ترفع صوتك في مجلسي. السلم بدوي والدم يحن لبعضه. تبي الناس تقول فلان رجع وعيا يعطي بنته لولد عمها؟ تبي تكسر كلمة أبوه قدام العرب؟ اتكلم صقر اللي كان ساكت: اسمح لي يا عمي، انت تقول صقر ونعم الرجال، وانا اقول لك ان بنت عمي ما هي سلعة، هي عرضي وشرفي. السنين اللي راحت ما نسيتنا ان لنا حق، وإنا أولى بيها من القريب والبعيد. يا صقر، لا تلوون ذراعي بالعوايد. البنت ما هي ناقة توسمها وتضمها لحلالك. البنت لها قلب ما يعرف قساوة عيشتكم. تبيها اقنعها، واجهها وخلها ترتضي بك، وإلا والله لو اجتمعتم كلكم علي ما أسلمها لك. رد عليه صقر بعزة نفس: أنا ماني بحاجة أترجاها بالكلام، فعلي هو اللي يقنعها. تطلب مني أترجاها وأنا اللي يصيد ذكري يهز المجالس؟ العرف يقول البنت الوالد عمها، وهذا سيف مسلط لا يميل. العرف اللي تهرج عنا ما نفعني يوم كنت وحيد في غربتي. أنا أبي بنتي تعيش مستريحة، ما أبيها تذبل في خيمتك وهي تحس إنها مسجونة. يا صقر،
إذا أنت فعلا رجال وشاريها، اقنعها إنك سندها مسجانها. إذ قالت لي يا أبوي أنا رضيت بصقر، والله إني لزفك لها، وأنا رافع راسي، غير كذا انسى. الجد بغضب شديد وصدمة: يا زين، تبي البنت تقرر مصير الرجال؟ هذا والله ما صار في تاريخ قبيلتنا. يبص صقر على جده وبعدين يبص لعمه بصة حادة ويقول: خلاص يا جدي، اترك عمي يقول اللي بقلبه. يا عمي زين، انت تبي الراحة لقلبك، أبشر بها. أنا بقعد معها وبحكي لها من أنا، وما هو صقر اللي يغصب عذره، لكن خدها علي عهد: إذا قعدت معها وما طلعت وهي تطلب القرب مني، فأنا صقر اللي يترك الديرة بكبرها لك ولها، ولا عاد تشوف لي زول. الجد يرد بدهشة: انت وش تقول يا صقر؟ ترهن قدرك بكلمة بنت؟ رد صقر بشموخ: ايه يا جدي، لأن اللي ما يطول قلب بنت عمه بالمرجلة واللين ما يستاهل يطولها بالاسم والعرف. جهز لي المجلس يا عمي، وخلي بنتك تسمع مني، وبعدها القرار في يدك ويدها. يبص زين في عين صقر ويهز راسه برضا: هذا الكلام اللي يجمد على الشارب، صنت قدرك وقدر بنتي بهالكلمة. إذا كسبت رضاها كسبتني، وكسبت سندي طول العمر. أبشر باللي يرضيك ويرضيها، بيض الله وجهك يا عمي. ويدخل صقر يكلم في نغم بعد ما زين ينادي على ريم تسلم على باباه عشان يسيب لهم فرصة يتكلموا. كيفك يا بنت العم؟ أنا الحمد لله كويس، كيفك أنت يا ابن العم؟ ويتعرفوا على بعض، ويبدأ صقر يعرفها على نفسه كويس جدا ويعرض عليها الزواج. ها، قولي موافقة؟ أوافق؟ أوافق على إيه يا صقر؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ أنا أول مرة أشوفكم أصلا، ولا أعرفك يعني أنت ابن عمي بس أنا ما أعرفكش، وأول مرة أسمع صوتك. فجأة كده تتجوزني؟ لا يا عم، لو كانت الدنيا عندكم سهلة قوي كده فأنا آسفة، أنا عندي حياتي، وده مش رفض لشخصك، أنا آسفة جدا والله، لكن حتى وبعد الكلام اللي أنت قلته ده أنا مش عارفاك. يا قاطعها صقر، يا بنت عمي، الحكي ما هو بس عني وعنك، الحكي عن سمعة تهز الجبال. الحين شيوخ القبايل ورجالنا برا ينتظرون الخبر، تبين يقولون بنت زين رجعت لجل تكسر هيبة أبوها وتفشل ولد عمها. يا نغم، أنا جيتك لأني عطيت عمي كلمة رجال، وإني ما أخدك إلا بخاطر سمح. نغم تهمس لنفسها: تاخد مين يا عم انت اللي بياخد ربنا؟ ايه ده، ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي يا ربي؟ انا شكلي جيت اعملها فريم لبست فيها انا ولا ايه؟ بقول لك ايه، ايه خاطر سامح دي؟ هو انت فاكر ان في حد يقدر يجبرني اصلا على حاجه؟ انا مش زي البنات اللي اتربت بينكم على فكره، يرضوا باي حاجه وخلاص. صقر بلع كلمه يرضوا باي حاجه دي وقال: بصي يا نغم واسمعيني، انا جيتك لاني شفت فيك الاصل. يمكن السنين اللي قضيتيها في الغربه غيرت لبسك، لكن دمك اللي يجري في عروقك هو دمي، والدم بقى هو اللي هيخليك تفرض نفسك عليا. صقر اتعدل ونبرته زادت قوة: لا، اللي يخليني اتمسك فيكي هو اني ابي اكون لك السور اللي ما ينهد يا بنت العم. الدنيا برا مو بدايم امان، وابوكي كبر وانا ماني طمعان فيكي لاجل املكك. انا ابي اهدي صقري اللي بصدري وطن، وتكوني انت وطني. يا بنت عمي، انا عاهدت ابوكي انك لو قلتي ما ابيك لاترك الديرة وارحل. لا حول ولا قوة الا بالله. وليه ده كله يعني؟ وتترك ليه ديرتك واهلك؟ صقر بحزم: وبيع الدنيا لأجل ما يقولون نغم انغصبت على صقر. أنا شاري رضاكي قبل مشري قربك. قولي لي الحين يا غالية، ومكانك فوق الراس، رضيتي ولا رفضتي؟ وعند زين وريم كانوا قاعدين، وريم مش عارفة في ايه اللي بيحصل. قولي يا زين، ايه في ايه؟ فهمني. والله أنا مخنوق قوي يا ريم، والأرض مش شايلاني، حطوني بالنارين، نار أبويا وعار القبيلة ونار بنتي. وبدأ يحكي كل اللي حصل. ايه بتقول ايه يا زين؟ انا قلبي كان حاسس، انا ما كنتش مرتاحه والله من الاول. اعمل ايه دلوقتي؟ طب انت ازاي وافقت على كده؟ انت ازاي تخليه يقعد معاها اصلا؟ انت ازاي وافقت؟ استحاله تسيبهم يقرروا مصيرها كده زين.
الموضوع خرج من ايدي، ما قدرتش اقف في وش ابويا وصقر والد عمها شاريها، ما قدرتش اكسر كلمته قدام الرجاله. لكن اسمعيني يا بنت الحلال، اللي قدرت عليه اني قلت لصقر يقنعها، والكلمه دي رميتها له علشان يكون ليها مخرج. لو رفضت خلاص. لا، انا متاكده ان هي اكيد مش هتوافق طبعا، اكيد هترفض. لكن هي لو رفضت دلوقتي، او رفضت، ابويا عمره ما هيسامحني، وصقر هيعتبرها اهانه عمره كله. ومن الواضح ان كلمته مسموعه قوي عند ابويا. بس خلاص، هعمل ايه يعني؟ مش مشكله. اهم حاجه بنتي. يعني ايه؟ لو رفضت خلاص، مش هيروح اكتر من اللي راح. هاخدكم وارجع تاني. شكله كده مكتوب علينا الهجر دايما. يلا. انا عمري ما هرضى ان اشوف بنتي مكسوره علشان ارضي عادات انا سبتها من سنين. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. يا ريتنا ما كنا جينا. وعند صقر ونغم بعد 10 دقايق كانت بتفكر فيهم، وهو كان مستني منها رد. واخيرا ردت عليه. بص يا صقر، انا حاسه كده ان يعني اي قرار هقوله دلوقتي هيبقى تحت ضغط، وانا ما خدتش ان انا اخد اي قرار تحت ضغط. هو ايه اللي لازم دلوقتي؟ والشيوخ بره مستنيين الرد، وهنتفضح لو ما قلتيش وانا مش سلعه عشان تبيعوا وتشتروا فيها. وبعدين بص، انا بصراحه لا، مش مطمنه للموضوع ده كله على بعضه. فيقولوا اللي يقولوا، ما انا اسفه. وقلت لك يعني، وبعيد لك تاني الموضوع دوت. انا مش رافضاك والله لشخصك، لان انا اصلا ما اعرفكش علشان ارفضك ولا كده يعني. بس انا لا، انا لسه قدامي وقت يعني، انا مخططه لنفسي ان لسه شويه يعني. والتاني مره على التوالي نغم بتجرح كبرياء صقر ورجولته، وهي مش واخده بالها، وما تعرفش ان ايامها الجايه هتكون عسل. ويرد عليها صقر بغضب واضح. اسمعيني زين، قسما بمن حل القسم. ويرد عليها صقر بغضب واضح. اسمعيني زين، قسما بمن حل القسم. أني ماني ناوي لك على شر، لكن لو طلعتي الحين وقلتي لا، فوالله إنها شرارة نار ما بتنطفي في القبيلة، وأبوكي أول من بيتحرق بيها. قولي موافقة قدامهم لجل نعدي هالليلة، وأنا أعاهدك عهد الرجال إنك راح تجين لي يوم بنفسك وتقولين أنا لك يا صقر، وإلا بتركك. ردت عليه نغم وهي بتبلع ريقها بصعوبة. قصدك نمثل يعني؟ رد عليها صقر بغصة وعزة نفس. أبي ستر الموقف. أنا صقر، وما يرضيني إن العرب تقول إن رفضت، ولا يرضيني أبوك ينكسر خاطره بوسط الربع. قوليها بلسانك لجل نلم الشمل، ولا تخليني العناد يضيعنا. طيب، تمام، علشان بابا بس، لا عاش ولا كان اللي يكسره. تنفس الصعداء وعينه تلمع بانتصار وهيبة، وقال لها كفو، هذه بنت الأصول. الحين اطلعي معي وارفعي راسك وقولي لعمي إنك رضيتي بولد عمك. وبيرجع صقر ونغم للخيمة اللي فيها باباها ومامتها وجدهم. وأول ما الجد بيشوف صقر بيقول له ها يا صقر، وإيش عالم البنت؟ بيبعد صقر سنة علشان تبان نغم، وبيقول البنت بنتكم وما تطلع عن شوركم يا جدي. قولي لأبوك يا نغم. أنا راضية يا بابا، اللي حضرتك تشوفه مناسب أنا موافقة عليه على طول. الجد ابتسم بانتصار، وزين اتنهد براحة، وصقر كان واقف وقفة الصقر الحقيقي اللي عرف يدير الموقف بذكاء. اللي كانوا متضررين كانت ريم الحزينة على بنتها، وكانت نغم اللي خدت قرار ما كانتش عاملة حسابه. خلونا أسألكم سؤال، لو كنتم مكانها وفي نفس ظروفها، كنتوا هتقدروا توافقوا ولا كنت هتخافوا من اللي جاي؟ القصة فيها تفاصيل جاية ما كانتش تخطر على البال، لأن اللي جاي فيه صدمة حقيقية. بإذن الله هنكمل الحكاية الفيديو الجاي، استنوني. باي.
صقر يوجه كلامه لعمو زين: يا عمي، الدار دارك وانا ولدك، بيتكم يبي له تهذيب وشغل واجد لين يليق بمقامكم، وما تتوقع ان صقر يترك اهله يبيتون في دار ما اكتمل زينها وهو حي. يا خالة، نبي منكم تقدرون طلبي، اقعدوا عندنا ليلة ولا ليلتين لين العمال يخلصون شغلهم في بيتكم. والله إن الدار ما تزهي إلا بوجودكم. لا تخلون العرب يقولون صقر قصر في حق عمه وأهله. هذا حق لي عليكم، والبدوي ما يرجع في عزوته. تقعدون عندنا معززين ومكرمين، وكلمتكم تمشي على الكبير والصغير. ما عليك زود يا ابن أخوي، والله إنك كفو وراعي أصل، وما هي غريبة على شبل من ذاك الأسد. أنا كنت شايل هم التوظيب والوقت، لكن بما قالتك ذي ريحت بالي. إحنا قبلنا ضيافتك يا بطل، ليلة ولا ليلتين نكون في ذراك لين يجهز البيت، والدار دارك والبركة فيك. كثر الله خيرك وبيض الله وجهك يا صقر. وفعلا صقر بدأ يودينا عند بيته. هو وبابا كانوا ماشيين قدامنا واحنا ماشيين من وراهم. بصراحة أنا رجليا اتكسرت، اليوم الطويل ده مش عايز يخلص ولا ايه. وبعدين لقيت ماما مسكتني وشدتني من ايدي: انت يا زفتة اللي اسمك نغم، انت ازاي توافقي على حاجة كده؟ انت في ايه؟ ما كنت رفضتي وباباكي كان هيتصرف وكنا هنمشي من هنا بسرعة. بصي يا ماما، ارجوكي ما تقعديش تأنبي فيا، لان انا حاسة من جوايا ان انا عملت حاجة غلط، مش عارفة ليه. اول مرة اخد قرار متسرع كده. هو صقر شكله كويس وكل حاجة، بس لا، انا حاسة ان انا غلطت. وبصراحة خايفة ان انا اثر على علاقة بابا بجده وبالعيلة بتاعتنا يعني ف... فبصي، ولا بص ولا ما بصش يا جلابة المصايب. ما انا قلت لك بلاش نيجي، وعماله اقول لك اقنع ابوك ان احنا ما نجيش. جت على راسي انا وانتي. يلا، ربنا يسترها من اللي جاي. بقول لك ايه يا ماما، هو احنا الخيمه اللي احنا هنبقى قاعدين فيها هيبقى فيها حمام؟ اصلا انا ملاحظه ان الخيمه بتاعت جدو دي ما فيهاش حاجه خالص. يعني ايه شاي وكلام؟ طب هما بيطبخوا فين؟ غريبه قوي. هو كمان في سؤال محيرني: هي فين الستات اللي في المنطقه؟ يعني كله رجاله، مفيش ستات ابدا. هو احنا اللي هم الستات الوحيدين هنا ولا ايه ماما؟ طبعا انا كنت عماله اكلم نفسي، يعني هي اساسا في دنيا تانية، والدخان طالع من ودانها وربنا يسترها عليا. المفروض انا اللي ابقى متضايقه. انا مش عارفه ايه الناس دي. المهم فجاه وبقدره قادر كده واحنا ماشيين، لقيت حاجه عجيبه قوي. لقيت قريه شكلها تحفه تجنن من بره. الله، ونخل كتير ورا الجبل. وصقر دخلنا جوه بيت، شكله بيته كده باين من بره ان هو واسع جدا، لكن برضو يعني هيبقى بدائي طبعا بالنسبة للمدينة، بس احسن من طبعا من الخيم بقى. انا كنت فاكرة في الاول ان احنا نقعد في خيم. وحرفيا انا اول ما دخلت جوه اتصدمت. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ لا لا، انا مش مصدقة نفسي. مدينة قال؟ ده تكنولوجيا متطورة. ايه ده؟ انا ما شفتش قبل كده ولا هشوف زي الجمال اللي هنا ده. انا بصوا وقفت مزبهلة. طبعا صقر كان عمال يضيف في بابا وماما ويكلمنا، وانا ما كنتش هنا اصلا. انا كنت مركزة في الديكورات والحاجات الروعة دي. الحقوا، ده حاطين كاميرا بيتابعوا الخيام من بره. لا لا، الواد صقر ده شكله هيطلع حكاية. وبعد ما صقر ضيفنا وغدانا وورانا اوضنا، صحيت تاني يوم على خبط الباب. ايوه، مين؟ تخيلوا لقيت مين؟ لقيت زين الرجال داخل عليا بالنيولوك الجديد. الله الله يا بابتي، شكلك قمر قوي قوي. ايه ده؟ استنى استنى، الحتة دي عايزة اغني لك كده. ايه؟ ولا يا عرباوي. يضحك زين ويقول لها: انا جاي النهارده علشان اشكرك على اللي عملتيه امبارح يا نغم. انت رفعتي راسي قدام ابويا وقدام العيلة كلها. النهارده جدك بعتلي وقال ان الترتيبات بتاعت الجواز خلصت وكده، وطالب ان احنا نروح له دلوقتي.
علشان نشوف انت موافقة على الترتيبات دي ولا ايه؟ ايه؟ ترتيبات ايه؟ يعني جواز ايه؟ انا مش فاهمة. مش المفروض خطوبة؟ انا وصقر محتاجين لسه وقت، يعني سنة سنتين نفهم بعض وكده. لا يا حبيبتي، البدو ما عندهمش سنة وسنتين. الكلمة اللي قلتها امبارح دي كانت العقد، المفروض الفرح بعد اسبوع. هو صقر ما قالكيش ولا ايه؟ هو قال انه كنتوا اتفقتوا. انت مصدومة ليه كده؟ نغم ما حبتش تكسر فرحة باباها، وقالت له اصلك انا نسيت. تمام تمام. طيب. تمام يا بابا. بعد اذنك انا هروح اشوف صقر، كنت عاوزاه في حاجة. وتجري بسرعة نغم على أوضة صقر وهي مش واخدة بالها هي لابسة ايه، وتدب الباب وتدخل. انت اللي اسمك صقر انت؟ صقر بيحط سلاحه على جنب اللي كان شايله، وبيبص عليها بعين قوية. يا هلا ببنت العم، حياك الله في محلك. نعم. هو ايه اللي نعم؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه الفرح بعد اسبوع وايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ يبص عليها صقر من تحت لفوق، وطبعا هي لسه مش واخدة بالها هي لابسة ايه، ويقول لها ايه نعم، وايش اللي مزعلك؟ الفرح بعد اسبوع. لا ده ما كانش اتفقنا. وبعدين ايه اللي مزعلك دي؟ انت بتتكلم ببرود كده ليه؟ اللي مزعلني انك انت طلعت كذاب. ايوه يا صقر طلعت كذاب. انت قلت لي ان احنا هنفتح باب للود، ويعتبر لو بعدين انا رفضت خلاص، صح ولا مش صح؟ تروح تشوف لك صرفة وتلغي الهبل اللي حصل ده. انا لسه ما وافقتش. وبعدين انت مش من الرجولة يا صقر انك تروح من ورايا لجدي وتتفق معاه على كل حاجة. مش من الرجولة دي على فكرة. طبعا خايف، عايز تخلص الموضوع بسرعة، وخايف لحسن اغير رأيي. وطبعا هي قالت الكلمتين دول ولقت صقر نط في وشها ومسك ايديها اللي عمالة تشوح بيها وقال لها. وطبعا هي قالت الكلمتين دول ولقت صقر نط في وشها ومسك ايديها اللي عمالة تشوح بيها وقال لها بصوت خشن مليه الغضب اللي بيحاول يتحكم فيه. أنا ما أخاف يا نغم، وصقر ما يغدر. أنا استعجلت العرس لأجل غرض في ذهني لمصلحتك. مصلحتي؟ لا يا صقر، أنا مش عايزة المصلحة دي. أنا طلبت وقت وأنت غدرت بالاتفاق. قلت لك صقر ما يغدر، والاتفاق بيني وبينك جايم. وما تقلقي، ما راح أقرب منك إلا برضاكي، وهذا عهد علي. ولو قعدنا تحت سقف واحد 100 سنة، لكن قدام القبيلة انتي زوجتي. اسمع كويس يا صقر، اوعى تفتكر سكوتي امبارح وموافقتي على كلامك ده كان ضعف مني. لا، انا كنت باخدك على قد عقلك، وانك كده اوعى تفتكر انك هتحطني قدام الامر الواقع يعني. لا، ده لو الفرح فاضل عليه ساعة مش هيتم. ودلوقتي حالا انا رايحة عند جدي وقدام الشيوخ القبيلة كلهم هقول لهم اني مش موافقة يا صقر. صقر ضيق عينيه وعروق رقبته برزت من الغضب، وضغط على ايد نغم بقوة واتكلم بغضب جحيمي. انتي واعية للي تقولينه؟ تدرين ويش معنى انك تكسرين كلمة صقر وكلمة جدي قدام العرب؟ هذه عيبة تلاحق ابوكي وتلاحقني لين نموت. تبين تذبحين زين وانتي تظنين تاخدين حقك؟ اه، اوعى كده ايدي. بابا هيسامحني لاني بنته، لكن انت اللي هتموت من القهر لانك ما قدرتش تروضني، وعمال تهدد بالعيبة وبالعيبة. العيبة يا حبيبي انك تاخد واحدة مش عاوزاك. انت مش راجل اصلا. ونسيبهم في خناقتهم ونروح عند ريم وزين اللي كانوا قاعدين في اوضتهم مستنيين نغم. في ايه يا زين؟ هي البيت اتأخرت كده ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زمانها جاية يا ريم، زمانها جاية. زمانها غضبانة بنتي، وانا حاسة بيها. من حقها تصور في يوم وليلة يتحكم عليها. اه، بنتك كنت عارفها، عمرها ما خدت قرار غير لما تدرسه. تخيل يا زين قرار زي ده يتاخد فجأة كده وغصب عنها. يا ريم بنتك وافقت بمزاجها، محدش غصبها، وانت شفت بنفسك. هو ايه اللي شفت بنفسي؟
بتتكلم كأنك متعرفش نغم. أنا اللي محيرني إزاي اللي اسمه صقر ده قدر يخليها تاخد القرار ده. أنا خايفة عليها يزين منه، شكله مش سهل أبدا. يو بقى، ما بدهاش، لازم تعرفي عشان قلبك يهدى. بصي، من شهر فات القبيلة وكل مشايخها اجتمعوا وقرروا طردي من القبيلة نهائيا وتعطيل شغلي وكل حاجة تخصني. كان هيتم السطو عليها، وده مش هيتم طبعا غير لما أبويا وإخواتي يتبروا مني تماما وما يكونش ليا ورث بينهم. ولده كله إن شاء الله. أنت كنت عملت لهم إيه؟ ده أنت حتى في حالك. لا، عملت لهم، أو مش بالظبط عملت لهم هم. جوازي منك ومخالفة عرف القبيلة وقانونها كان هو السبب في الكلام ده. طيب ده الموضوع ده بقاله أكتر من 20 سنة، إيه اللي فكرهم يعني؟ لأن بعض الشباب حبوا يقلدوني ويعملوا زيي فالمشايخ قرروا يعاقبوني العقاب ده علشان يكون رادع لأي شاب يحب يخالفهم، وحط أبويا قدام الأمر الواقع. وكانوا فعلا خلاص هيحاربوني في كل حاجة، لكن صقر هو اللي وقف لهم كلهم. أنا لحد ما نغم وقفت امبارح ما كنتش أعرف حاجة، وكنت فاكر إن صقر بيفرض سيطرته، بس الحقيقة غير كده خالص. صقر كان بيحارب لوحده علشان يحمي عيلتي ويحميني. رفض قرارهم وقال لهم عمي خط أحمر، واللي هيحاول ينفذ القرار ده هيكون بيعاديني أنا. وطبعا كلهم خافوا، لأن صقر رغم صغر سنه إلا إنه بذكائه وتوسع في تجارته بقى أغنى واحد في القبيلة. وبكده اللي هيعادي صقر هو اللي هيكون خسران، وهو اللي مشغل لهم تجارتهم كلها. طيب ما هي اتحلت اهي، ليه بقى يتجوز نغم طالما هو حل المشكلة وهم ما يقدروش يكسروا كلمته وبيخافوا منه؟ سألت أبويا نفس السؤال. قال لي إن هم حطوا لصقر تحدي، يا إما يخليني أرجع تاني ويتجوز بنت عمه اللي هي نغم، يا إما يسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، وهم كده يبقى عداهم العيب. طبعا صقر رفض إني أنزل له وهو عايش، أو يمسني أنا وإنتو سوء. واللي خلاه يزيد في نظري إنه ما خلاش الجواز يكون أمر واقع أو جميل عليا. بالعكس، اتقدم لها بشكل طبيعي عشان يحافظ على كرامتها قدام نفسها وقدام الناس. ورغم إنه كان يقدر إنه يجبرنا لو قال الكلام ده من الأول، لكنه لآخر لحظة رغم رفضي ليه وأنا مش فاهم حاجة طبعا، محاولش حتى يفهمني علشان ما اتضايقش وما يكسرش خاطر بنتي، وحاول بكل الطرق يخليها توافق، لأنه عارف إن موافقتها هي طوق النجاة الوحيد لينا. يعني صقر أنقذنا من الشارع اللي القبيلة كانت عايزة ترمينا فيه، وأنا بعد الموقف ده بتاع صقر مديون له بروحي. ونسيبهم ونروح عند نغم وصقر اللي لسه الخناقة بتاعتهم شغالة، لما هجم عليها صقر ولف إيديها وراها وهو بيقول بصوت مرعب: مانك رجال هذه حسابها عسير يا بنت العم، وآني ما راح أخليكي تصيري أبويا وأبوكي علك في لسان الصغير والكبير. يا نغم، كنت تقدرين تخلين صقر خادم لعيونك بكلمة طيبة، لكن المرجلة اللي تعايريني فيها هي اللي بتشوفين قساوتها. لسه نغم هتتكلم، صقر كان مد ايده على رقبتها وبلمسة سريعة ومحترفة خلاها تفقد الوعي. قلت لك يا نغم، صقر ما ينقال له لا في بيته، والحين لازم ترتاحي لأجل ما الحكاية تكتمل. حط نغم على السرير وهو بيكلمها: نومة العوافي يا بنت العم، والله ما هان عليا، لكن الجرح اللي في القبيلة ما يداويه إلا وهم انكساره. وقلع لبسه علشان يوهمها إن حصل حاجة بينهم، وهو بيقول: بعد ما تصحين راح تكرهيني، لكن بعدين بتعرفي إن صقر كان بيحميكي حتى من نفسه. وما يعديش وقت كبير وتبدأ نغم تفوق وهي راسها تقيلة ومصدعة، وتبص تلاقي نفسها لسه في أوضة صقر
وصقر واقف قدامها بيبصلها بصة انتصار وهو واقف بالفالنة والشورت. تتعدل نغم وهي لسه دايخة وتقول بصوت مرهق من الصدمة: انت ايه اللي انت عملته ده يا صقر؟ انت ازاي تعمل كده؟ اللي انت عملته ده حرام. انت اتجننت يا صقر؟ هو انا عشان رفضتك تاخدني غصب عني؟ الحين تعرفي ان صقر لا قال كلمة ينفذها، واللي صار كان لازم يصير علشان تعرفي إنك في داري وتحت طوعي. وأما عن قولك حرام، فصقر ما يعرف الحرام ولا يمشي في دروبه. انتي نسيتي إن في ديارنا الكلمة عقد. لما وافقتي صرتي أمام الله ورسوله. يعني انت يا صقر استغليت جهلي بعدتكم علشان تربطني بيك للأبد؟ سميها زي ما تسميها، المهم إنك الحين صرتي زوجتي أمام الله ورسوله وكل الخلق. تبدأ نغم تعيط وصقر يودي وشه الناحية التانية بحزن ويضغط على إيده بقوة وهو بيقول في سره: آخ يا نغم لو تدرين إني قلبي ينزف مع كل دمعة من عيونك، لكن لازم أكمل الدور للآخر. يوصلها ويمثل الجدية وهو بيقول: امسحي دموعك وقومي غسلي وشك والبسي وحصليني عند جدي ناطرك عشان تأكدي موافقتك قدام الكل. نغم تمسح دموعها بقوة وتبص على صقر بحزن وهي بتقول: هو انت مفكر نفسك كده ذكي يا صقر؟ انا لسه عندي كلمتي يا صقر. انت مش راجل مفكر انك فزت بالجايزة؟ دي هتبقى حرب بينا. هو انا قد الحرب يا بنت العم، ولا تقلقي. ما هو صقر اللي بينسحب من ميدان، وباقي الحساب بينا يصفى لما تكونين ببيتي. بتوصل نغم عند الجد وزين وصقر اللي كان قاعد معاهم، وصوت ضحكهم كان خارج بره الخيمة. وبعدين بتبص لباباها نظرة طويلة جدا، وبعدين تبتسم ابتسامة باهتة ومزيفة وتقول له: حضرتك بعتلي يا جدي؟ نعم. يبص عليها الجد بحنية وحب وهو فرحان، يقول لها: قولي يا بنتي عسى صقر جهز لك كل اللي يرضيكي، وإلا. تقاطع نغم الجد وهي بتقول: يا جدي، صقر ما قصرش، قام بالواجب وزيادة، وانا اجيب بس علشان اكد لكم اني جاهزة للفرح في ميعاده. اسبوع يا جدي وان شاء الله اكون في بيت ابن عمي. بتبص نغم على صقر وتقول في نفسها: انا اخترت اكون الضحية علشان ابويا ما يتكسرش، لكن يا صقر ما تفتكرش انك كسبت الجولة. لا، الحرب الحقيقية لسه هتبدأ. وتعدي الأيام ويجي يوم الفرح. الزينة كانت مالية المكان، بس القلوب كانت مليانة أسرار. صقر كان بيتعامل عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت، وكانت الفرحة باينة عليه. وعند نغم كانت قاعدة في جناحها الفخم ماسكة الموبايل بتاعها وهي لابسة فستان الفرح اللي بيكون حلم أي بنت، لكن اتقلب معاها بكابوس. ما قدرتش تكمل الفرح وسط رقص وزغاريت الحريم. طلعت أوضتها ماسكة التليفون تقلب فيه وتتفرج على صورها القديمة وهي حزينة. وفجأة وهي قاعدة بتفكر ازاي تسود عيشة صقر، خبط الباب ودخلت منه ليلى بنت عمهم وهي لابسة اسود وتقول لنغم: ايش فيكي يا عروس؟ الفستان البدوي ضايقك وما عاد تتحملي عيشتنا؟ سابت الموبايل من ايديها. انا تعبت شوية فطلعت ارتاح، واظن ان دي حاجة تخصني يا ليلى. قلتيلي تخصك. تعرفي إن الدار هذه وصاحبها كانت حلم لكل بنات القبيلة، وما كنا متوقعين إن صقر راح يختار اللي جاية بشنطة هدومها وموبايلها وما تعرف عن أصولنا شيء. يا عيني يا ليلى، مش عارفة ليه حاسة إنك مقهورة كده. طيب، ودي اختارني يا ستي، ايه العمل بقى دلوقتي؟ وخلاص، ريحي نفسك يا ليلى. صقر لو كان عايزك كان خدك، لكن هو جه لحد عندي عشان ياخدني.
لا تفرحين وتقولين صقر اختارك، تدرين ويش تقول القبايل؟ يقولون عليك يا عروس الشفقة. تحسبي إن صقر خذاكي غلا؟ لا يا بنية، صقر خذاكي حشمة لعمي عشان ما ينطرد من الديرة وتدوسوا القبايل. انتي مجرد جميلة سدها عن أبوه وجده، لا يغرك الزين، صقر قلبه مو معك. وليلى طلعت من جيبها خاتم ورميته على الأرض. قبل لا تفرحين واجد يا بنت العم، خذي هذا خاتم صقر اللي كان معها ليلة أمس، قالت لي أرجعه لصاحبه. صقر طول عمره طير حر وما ينحبس، افرحي بالبيت والنجف، لكن قلب صقر مو معك. ليلى بخت سمها ومشيت على طول، ونغم كانت بتمثل قدامها الابتسامة والقوة. كان أول ما خرجت انهارت في بكاء مرير. وبعد وقت كانت هديت نغم شوية، بس كانت قاعدة حزينة. دخل صقر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا بيك يا صقر باشا، هي اللي ما بتطلعش منك العيبة. شايف الخاتم اللي على الأرض ده؟ ليلى بنت عمك جابته، وبتقولك اللي كنت بايت عندها امبارح اديتهولها وقالت لها تجيبهولك. وبالله عليك قولي، انت لما انت بتحب واحدة تاني ليه جبرتني اتجوزك؟ اه صح، نسيت، اتجوزتني شفقة. احب اقولك ان انا مش محتاجة منك شفقة، ولا انا ولا بابا. وعموما انا هتحمل عيشتك دي شهر وبعدها تطلقني. صقر ما عجبوش ابدا نظرات الشك والاتهام، وفهم ان حد عرفها اللي حصل، لكنه مبررش ولا اتعصب. بصلها وقال لها: ليلى، وانت مصدقة ليلى يا نغم؟ الخاتم ده انا اعطيته لولد صغير لاجل ما يوديه يتلمع ليكون هدية ليك الليلة، لكن ليلى سرقته منه لاجل ما تنكد عليكي. أما بالنسبة لقولك إني تزوجتك شفقة، فاسمعي يا نغم، انتي لسه ما بتعرفي صقر. أنا ولد اللي ما تنحني رؤوسهم إلا لربهم، أنا اللي وقفت بوجه كبار النجوع وقلت عمي دونه رقبتي، وما رضيت ينقال إن عيلة عمي انضامت وأنا حي. أخذتك بالحق وعلى سنة الله ورسوله وبمراد أبوك وجدك، مو غصب. لا غصب يا صقر، غصب عشان كلمة جدي، عشان ما تكسرش كلمة جدي خدتني غصب يا صقر وكسرت عيني. اسمعي يا نغم، أنا ما تجوزتك عشان كلمة جدي ولا عشان أكسر عينك زي ما بتقولين. أنا الصقر وما حد يقدر يغصبه على شيء. أنا من أول لحظة شفتك فيها والتحدي اللي شفته بعيونك ما شفته عند غيرك، شفت فيكي عزة تليق بسيدة بيت صقر. كنتي عنيدة وأبية، وكل ما زاد عنادك كل ما حلفت في قلبي إنك ما تكونين إلا لي. أنا يا نغم ما حبيت ضعفك، أنا عشقت قوتك، والخدعة اللي سويتها كانت لأجل أحميكي وخليكي عندي. خدعة؟ إيه يا نغم خدعة؟ اللي في بالك ما صار، ومانو صقر اللي بيستغل ضعف حرمة ولا ياخد حقه بالخديعة. بتقول إيه؟ قصدك إيه يعني؟ أمال اللي حصل في الأوضة وكلامك ليا هذا كان تمثيلية. لما غبتي عن الوعي نمتي ساعة معززة مكرمة. يعني انت ما لمستنيش؟ كنت أبيكي تحسين بالخوف لأجل تلحقيني للمجلس وتوافقين قدام جدي، لأن هذا كان الحل الوحيد لأجل نحمي العيلة. لكن الحقيقة انت لساتك أطهر من النسمة، وصقر ما خان الوعد وما غدر. نغم كانت مصدومة وهي بتسمع الكلام ده، لكن صقر كمل: لكن لو تحسبي إن حشمتي لك ولأهلك
تخليني أصبر على كلمة تمس هيبتي، تكوني غلطانة وما عرفتي الصقر زين. هذه غرفتك، كنت أحسبها مكان للأمان، لكن الحين صارت حصن لك، لين تعرفي قيمة الرجال اللي صانك وصان عرضك. صار قال كلامه وخرج وساب نغم في صدمتها. بعد ما كانت هي المظلومة وهو الندل، طلعت هي الظلمة وهو الشهم. وتاني يوم كانت مامة نغم ريم قاعدة معاها، ونغم كان بتحكي لها كل اللي حصل معاها. تمام، طيب عايزة رأيي يبقى تسمعي مني وما تقاطعنيش. بصي يا نغم، أنا عشت وشفت كتير قوي، والراجل اللي زي صقر ده عملة نادرة في الزمن ده. الراجل هيبة وأفعال مش مجرد كلام. وانت هنا مش غريبة، انت وسط أهلك، وصقر بيصونك في غيابك قبل حضورك على فكرة. والكلمة اللي قالها لي وأنا طالعة طمنت قلبي عليكي. هو كلمك وانت طالعة؟ قالك ايه؟ بصراحة الراجل كتر ألف خيره، حاسس إن أنا قلقانة عليكي، فقال لي إنك في عينيه، وإن مفيش حد هيقدر يمس طرفك وهو حي. يا بنتي صقر بدوي، والبدوي لما يحب بيعشق، ولما يوعد بيوفي. ما تضيعيش من إيدك راجل حاطط كرامتك فوق كل شيء. قربي منه يا نغم واكسري الحواجز اللي بينكم بذكاء الست وشطارتها. ليلى وغير ليلى زي ما انت شايفة مستنيينك تغلطي علشان ياخدوا مكانك. متبقيش عبيطة وتديهم الفرصة دي. الراجل ده هو سندك في البلد دي، ولو كسبتي قلبه هتكوني ملكة. نغم كانت بتسمع لكلام ريم وهي حاسة إن هي ظلمت صقر، ظلمت راجل كان بيحاول يكون سند ليها، وقررت إنها تحاول فعلا تقرب المسافات ما بينهم. تفوق نغم على كلمة مامتها، وديكي شايفة أقرب مثال ليكي زين. شايفة ضحى بكل حاجة علشان خاطري إزاي. الراجل البدوي لما بيحب بيعشق. اسمعي الكلام وربنا يهديكي. أنا دلوقتي هنزل عشان خاطر أكيد زين مستنيني تحت، اتأخرنا قوي. يلا يا حبيبتي، ربنا يصلح لك حالك. نغم نزلت من الأوضة بعد ما باباها ومامتها مشيوا. كانت لابسة قميص بيت رقيق. لقيت صقر قاعد بيشرب قهوته وهو سرحان، وأول ما وقعت عين صقر عليها وقف فجأة وعيونه اتحولت لكتلة نار. وإيش هاللبس يا نغم؟ وإيش هالزي اللي طالعة بيه قدام الله وخلقه؟ إيه يا صقر، في إيه؟ أنا ببيتي وما فيش حد غريب، بابا وماما مشوا، ما فيش غيري أنا وإنت وشغالة. صقر مشي ناحية نغم بخطوات تقيلة وهو بيقول: البيت له حرمة، وصقر ما يرضى حريمة يلمح خيالها، ولا حتى من عيون الخدم. انت عرض صقر، والزين اللي أشوفه أنا ما يلمحه غيري واصل. نغم، هاللبس حدوده غرفتك فوق، ما تنزلين لمراحل بيت تلبسين اللي يستر زينك. يا خبر أبيض يا صقر، ده انت محبكها قوي. صقر حاوطها بإيده وقرب من ودانها وقال لها: أنا رجل غيور، والغيرة عندي مثل النار ما ترحم. ترى والله ما يذبحني غير إن حدا يشاركني شوفة جمالك. اطلعي بدلي ثيابك. نغم طلعت تجري على أوضتها من خجلها من قربه، وصقر وقف يكلم نفسه بنبرة حادة: وإيش جراك يا ولد الناجي؟ وإيش اللي قلب حالك من يوم ما شفت هالبنت؟ انت الصقر اللي ما ينكسر ولا يكسر عينه طير، تضعف قدام نظرة من عيونها. صقر بيغمض عينه ويضغط على ايده بقوة. انا عطيتها عهد، ووعدت نفسي اني ما المسها ولا اقرب منها لين هي اللي تجيني طوع. الحين ويش صار؟ صرت ادور عذري لجلال محطيفها، واغلي مثل المرجل لو شفت خيالها مر من قدامي. صقر كان بيحاول انه يقسي قلبه، ووعد نفسه وعد: لازم ابعد. البعد هو اللي يصون الهيبة. لازم أجفيها وأخلي بيني وبينها جدار من نار. لو ضعفت الحين كنت عهدي لنفسي قبل ما أخون عهدي لها. وصقر ما يكسر كلمته لأجل هوى نفس، ويخلي بنت تملك زمام قلبه. من باكر ما يجمعني بها مجلس، ولا يلمحني طيفها. تعيش في الدار معززة مكرمة، لكن قلبي لازم أسد ببانه في وجهها.
لين يجي اليوم اللي أعرف فيه ويش تبي هي من صقر. وفعلا صقر بيتبع النظام دوت وما بيخليهاش تشوفه أبدا لمدة شهر. ونغم بتبقى متضايقة جدا لأنها نفسها تفتح صفحة جديدة مع صقر، لكن هو مش مديها أي فرصة، لدرجة إن هي حتى مش عارفة تشوفه. وهي واقفة متضايقة دخلت عليها الخدامة وقالت لها: يا ست نغم، يا ست نغم، صقر بيه تحت بيشرب قهوته. أنا جيت أقولك زي ما قلتيلي، بس بالله عليكي اوعي تروحي تقولي له إن أنا اللي قلتلك، لحسن هو محرج عليا إن أنا ما ازعجكيش ولا أعرفك حاجة. برافو عليكي، أيوة كده. بقولك إيه، تم جميلك بقى وانزلي قولي لصقر إن أنا تعبانة شوية، وما تقلقيش ولا تخافي من أي حاجة. والخدامة نزلت من هنا، ونغم في ثانية راحت مغيرة لبسها. ماشي يا صقر بيه، بقى عمال تتهرب مني بقالك شهر؟ تمام، هي الطريقة دي بقى اللي هتجيبك. وبسرعة نامت على السرير وهي بتمثل التعب. ودخل صقر: وإيش فيكي يا نغم، ما بكي؟ اتعدلت نغم وهي بتمثل التعب: مفيش حاجة يا صقر، أنا بس حاسة إن أنا غلطت في حقك، فنفسيتي تعبانة شوية. أنا آسفة يا صقر، بصراحة أنا ليلى دي كادتني وحرقت دمي، ما تزعلش مني يا صقر. وبعدين انت برضو ما كنتش مفهمني حاجة. صقر كان بيحاول يكون ثابت وقال لها: يا نغم، الصقر لو جرحته كفوف صاحبه ما عاد يرجع ياكل من يده بسهولة. أنا صنتك يوم الكل راد في ضحتك، وانتي أول سهم جاني منك انتي. ولف علشان يخرج ويسيب لها الأوضة. ونغم أول ما لقت إن مفيش حاجة محوقة فيه نطت بسرعة وراحت اترمت في حضنه وقالت له: صقر، حقك عليا، لو عايز عيوني ما تغلاش عليك. على فكرة أنا مش بعتذر لك بس، لأ، أنا عايزة أقولك إني بقيت صيد في شباك حبك. هتسيب صيدك يا صقر؟ نغم قالت كده وعينيها دمعت. صقر حن عليها وضمها ليه بحب وقال لها: خلاص يا بنت العم، امسحي دموعك، ما عاش اللي ينزل دمعة من عين صرت حاميها. لكن تذكري، بيت صقر بابه الصقر، والريح اللي تهز جدرانه ما لها مكان بوسطنا. اليوم نفتح صفحة جديدة والماضي ذراه الهبوب. كلمت نغم بأسف حقيقي: يا صقر والله أنا غلطانة، وعارفة إن كلمة أسفة مش كفاية على اللي قلته، بس صدقني ليلى كان كلامها زي السم، وأنا ما كنتش فاهمة أي حاجة من اللي بتحصل حواليا هنا، وأنا كنت تايهة يا صقر، ما كنتش أعرف إنك شايل كل ده لوحدك علشان تحميني أنا وبابا. ما تزعلش مني، أنا بجد ماليش غيرك، لو عايزني أعمل أي حاجة عشان تسامحني هعملها. صقر، أنا حبيتك ومش قادرة أتخيل حياتي من غيرك. صقر ضمها أكتر ليه وقال لها: يا بنت عمي يلي سكنتي بين الرمش والعين، حبك غزا قلبي وأنا اللي كنت أحسبه حصين. أنا صقر ما أنحني لو دارت علي السنين، لكن قدام حبك صرت المخلص والوفي الأمين. لا تشيلي هم الدنيا وأنا حي، وامشي على قدمين، أنا سندك وأنا ظهرك، أنا سيفك بوجه الطامعين. كلمة أحبك منك تسوى عندي كنوز الملايين. أبشري بعزك يا غالية يا ست الحسن والزين. صقر علم نغم إن الأمان مش بس فلوس وبيوت، الأمان راجل يقف قدام الدنيا كلها علشانك. لو كانت قصتنا عجبتكم استنونا في حكايات تانية، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا قصصنا اللي جاية. يلا بينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باي.